سنة وانتم طيبين ورمضان كريم. انا شيف ياسمين طايع. النهارده هنعمل وصفة حلو سهل وسريع. تعالوا بقى اقول لكم المقادير. كريمة، جبنة كريمي، سكر وفانيليا، ومعايا الكنافة متحمصة، ومعايا عسل ابيض وبسكوت سوفيار، والقهوة سريعة الذوبان، ومية وكاكاو خام. احنا هنعمل وصفة غربي على شرقي، هنعمل كنافة تراميسيو. تعالوا الاول نجهز خليط الجبنة اللي احنا هنحطه في الوصفة. هحط الكريمة اللباني بتاعتي، اضربها تقريبا 70%. اتاكد انها نزلت كلها. بنستخدم المضرب السلك. هبدأ بقى اشغل العجان. اول ما تبدأ الكريمة تجمد معايا شوية بكون محضرة الجبنة الكريمي. لو متاح جبنة مسكربوني يا ريت نستخدمها. كمان معايا السكر اللي هحلي بيه والفانيليا. هنرفع، هضيف الجبنة الكريمي، نقدر نحليها بالسكر زي ما انا هعمل، ونقدر نحليها بالعسل زي ما نحب. هنضيف بقى السكر والفانيليا. كده خليط الجبنه الكريمي جاهز معايا. دلوقتي جه وقت ان انا اجهز الكنافه. انا دلوقتي هستخدم كنافه متحمصه جاهزه. اللي حابب ان هو يجهزها في البيت بنجيب الكنافه وبنزود عليها شويه سمنه وبندخلها الفرن. واللي اسهل من كده ان احنا برضو نجيب الكنافه نحط عليها سمنه ونحطها في الاير فراير. اللي ما بيعرفوش يعملوا الخطوات دي كلها يقدروا يستخدموا الكنافه الجاهزه. انا هحليها بعسل ابيض، او ممكن نحليها بالشربات الكنافه العادي اللي بنعرف نعمله. هضيف عليها العسل، نقلبه كله معاها كده. بقى انا قلبت الكنافه والعسل مع بعض وبقت جاهزه معايا. وكمان خليط الجبنه جاهز. دلوقتي هنجهز ميكس القهوه بالميه اللي هنعمل فيها السوفيار. انا في القهوه هنا بنزل عليها ميه ساقعه او بارده علشان ما تدوبليش البسكوت لما انزله فيها. فاضل معانا الكاكاو الخام والبسكوت السوفيار. كل اللي هعمله ان انا هجيب طبق بايركس او كاسات حسب الشكل اللي انا عايزه اقدمه بيها. طيب هنشتغل ازاي؟ هجيب البسكوته هنزلها في خليط القهوه، واعمل طبقه من البسكوت تحت في البايركس. سهله وسريعه جدا، ما خدتش مننا اي وقت، اي حد يقدر يعملها. والتست بتاعها مختلف، يعني احنا بناكل تراميسيو مع الكنافه عشان تليق اكتر مع رمضان. ونقدر نعملها مش تست قهوه بس، يعني احنا ممكن نحط في النص شوكولاته سبريد، ممكن نحط بيستاشيو، ممكن نحط اي نوع صوصات احنا بنحبه. بما اننا في شهر رمضان واكتر حاجه بنحبها فيه الكنافه، فبقى دلوقتي ان احنا بندخل الكنافه في كل الوصفات، او بندخل عليها فليفرز وبنعمل لها ميكسات مع وصفات تانية. يعني احنا النهارده التيراميسيو ده ايطالي، الكنافه بتاعتنا، فاحنا حبينا ان احنا نعمل ميكس بين الاطعمه. انا كده عملت طبقه من البسكوت السوفيار. دلوقتي جه وقت ان انا احط الكريمه الجبنه اللي انا عملتها. هاخد بقى طبقه من الكريمه. بصوا القوام ده القوام اللي انا عايزاه. هنزل بقى طبقه حلوه. دلوقتي بقى هحط طبقه الكنافه اللي احنا عملناها. عايزه اقول لكم الكنافه بس مش بنستخدمها في الاصناف الحلوه، نقدر نستخدمها في الاصناف السخنه كمان. نقدر نعمل بيها مقبلات، نحشيها لحمه مفرومه، نحشيها فراخ كده. بقى بصوا حطيت طبقه من الكنافه اللي عملناها، هفردها عشان لسه هنحط طبقه كمان من الجبنه اللي احنا عملناها. هنزل بقى بقيه مقدار الجبنه، هنزل بقيه الجبنه كلها. نقدر ندخلها التلاجة كده وتسقع ساعتين 3 عشان تبقى جاهزة. وقبل التقديم على طول بقدم لها او بزينها بالكاكاو. دلوقتي هجيب مصفى علشان احط الكاكاو على التيراميسو. هنزل بس كده شوية، وهرش بقى رشات خفيفة كده فوق الجبنة. وكده بقى عندنا اسهل واسرع طبق حلو ممكن تعملوه في شهر رمضان.